النهارده احنا قدام القضية الأشهر في الشتاء، القضية بين البرد والإنفلونزا. كل سنة في نفس التوقيت ده العيال بتبدأ تعطس وتكح، وساعتها الآباء بيبدأوا يجروا على الصيدليات ويحملوا الصيدلية كلها ويجيبوها البيت، وكل ده واحنا مش عارفين الطفل عنده برد ولا إنفلونزا. السلام عليكم، أنا دكتور حسام طبيب أطفال، وهنا بقدم لك معلومة تهمك وتهم طفلك. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. تابعوا الفيديو ده للآخر. وانا النهارده هكون القاضي حسام، وهنحكم في القضيه دي، وهعرفكم ايه الفرق بين البرد والانفلونزا بطريقه بسيطه تعرفكم كل التفاصيل. الفقره الاولى، اصل القضيه، المجرمين مختلفين. خليني اقول لكم ان الانفلونزا بيسببها فيروس واحد بس اسمه فيروس الانفلونزا، اما البرد فبيسببه مجموعه مختلفه من الفيروسات، منها فيروس الراينو فيروس، ومنها برضو الفيروسات التاجيه الموسميه، ومنها كمان فيروس البارا انفلونزا. ومن الاخر يا مامي الاتنين فيهم عطس وكحة، ولكن اصل كل واحد فيهم مختلف. الفقرة التانية، طبيعة الجريمة اللي هي الاعراض. بالنسبة للاعراض فدي اللي بتلخبط كل الامهات. خليني اقول لكم ان الانفلونزا بتدخل البيت زي العصابة. الطفل في يوم وليلة نبص نلاقي درجة حرارته بقت في السماء، ونبص نلاقي تكسير شديد حصل في جسمه، على عكس دور البرد اللي بيبدأها بالتدريج، شوية رشح، شوية سخونة بسيطة، شوية همدان في الجسم. فلو جينا عملنا مقارنة بسيطة بين الانفلونزا والبرد، هنلاقي الانفلونزا بيجي معاها سخونة شديدة جدا في الجسم، مع تكسير شديد في الجسم، مع صداع شديد، مع كحة جافة عنيفة. اما البرد بيحصل معاه حرارة بسيطة، شوية رشح، شوية عطس، خمول بسيط، اعراض بسيطة كده حنينة. يعني الطفل في دور البرد هتلاقيه بيتحرك وبيجري وبيلعب عادي جدا، اما الانفلونزا هتلاقي الطفل طريح الفراش. الفقرة الثالثة، المتهمين اللي هم الاطفال الصغيرين. خلينا اقول لكم ان الاطفال هم اكتر ناس بتتصاب في الشتاء بالامراض دي، وبالذات لو الطفل مناعته ضعيفة او عنده ربو او عنده حساسية او لا قدر الله مريض سكر. دول بالذات الاعراض عندهم بتبقى عنيفة جدا، ولازم نكشف بدري عند الدكتور. الفقرة الرابعة، العقوبة. ندي ايه علاج صح وايه الحاجات الغلط اللي بتتعمل. الغلطة الشهيرة اللي كل ام بتقع فيها كل شتوية، اول ما الطفل يحصل له دور برد تجري وتطلع ازازة المضاد الحيوي وتديها للطفل، مع ان احنا لسه قايلين بلساننا النوعين فيروسات مش بكتيريا. فانا ازاي هدي الطفل مضاد حيوي بيقتل بكتيريا والطفل ده عنده فيروس؟ انا كده حرفيا ممكن اكون باذيه مش بنفعه. حضرتك هتقولي لي اصل جوزي مالي البيت بالمضاد الحيوي. هقول لك حاجه، اخلعيه. اكيد بهزر. هقول لك على العلاج بخطوات بسيطه جدا في البيت. خليني اقول لك يا مامي، العلاج في الاتنين بسيط، عباره عن راحه تامه، سوائل دافيه، خوافض حراره، وناخد حاجات ترفع المناعه. وخليني اضيف لك كمان ان في حالات الانفلونزا الشديدة ممكن الدكتور يوصف للطفل مضاد فيروسي، بالذات لو الدور في بدايته. ومن الاخر يا مامي مفيش دواء سحري، الجسم هو اللي بيحارب ويخلص نفسه بنفسه. الفقرة الخامسة، الوقاية والدفاع عن النفس. عايزك يا مامي تهتمي بغسيل الايدين كويس، وتهتمي بجودة نوم اطفالك في الشتاء، وكمان تهتمي بانك تشربيهم سوائل باستمرار، وكمان تهتمي بالتطعيمات الموسمية زي تطعيم الانفلونزا. ولو طفلك بيبي صغير اديه تطعيمات المكورات الرئوية. كل دي حاجات بتقوي مناعة طفلك جدا جدا. الفقرة السادسة، الشهادات المزيفة او المفاهيم الغلط. وطبعا زي كل سنة بنسمع امهات واباء بيقولك الحق دور البرد بدري قبل ما يتحول لانفلونزا. طبعا يا جماعة الدورين مختلفين عن بعض، مفيش حاجة اسمها ان دور البرد يقلب بانفلونزا، كل فيروس ليه طريق مختلف بياخده. يعني من الاخر يا مامي الانفلونزا مش نسخة شريرة من البرد، دي قضية ودي قضية تاني خالص. الحكم النهائي من الاخر يا مامي، الانفلونزا بتخبط مرة واحدة، اما البرد فبيجي بالتدريج، ولكن في الاول وفي الاخر الاتنين فيروسات، يعني مش محتاجين مضاد حيوي اصلا. اهم حاجة الراحة والسوائل الدافية، ولو في تطعيم انفلونزا ناخده قبل ما تحصل المشكلة. واخيرا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وابعتوا الفيديو ده لكل اب وام. رفعت الجلسة. سلام.